السلام عليكم. بونجور ميزامي. الفيديو ده بما انك ضغطت عليه فانت بيحصل لك الآتي، ولو انت ما بيحصلكش الآتي انا بهزر طبعا. يعني انت اكيد بيحصل لك الآتي ده، وحتى لو ما بيحصلكش فانت كده كده هتستفيد من الفيديو ده. فحاول تكمل الفيديو لحد الاخر ويلا بينا. قبل ما ابدا في الفيديو حابب افكرك ان لو انت بتدور على ناس شبهك، حابب تشارك مع ناس خبراتك، تشارك معاهم الطريق، تشارك معاهم الرحله، تستفيدوا بخبرات بعض، تساعدوا بعض. فاول لينك في الديسكريبشن هو لينك المجتمع بتاعنا اور كوميونتي ذا ترايب القبيله بتاعتنا. السيرفر مجاني تماما، مش تخسر اي حاجه. ادخل اللينك، اول لينك في الديسكريبشن، وادخل سيرفر الديسكورد، وهتلاقي جوه انا، وهتلاقي شباب زي الورد تقدر تسالنا في اي حاجه، تقدر تستفيد من خبراتهم وتفيدهم بخبراتك، وتتعلم منهم ويتعلمهم، وهكذا. وطبعا طبعا آه، دي حاجة تانية، إن كل شخص مشكلته بيبقى ليها أبعاد كتير، بيبقى ليها حاجات من الماضي، بيبقى ليها حاجات من البيئة اللي حواليه دلوقتي. فللأسف فيديوهات اليوتيوب كده كده أيا كان مش هتقدر إنها تحل لك مشكلتك أنت بشكل مباشر. فعشان كده تاني لينك في الديسكريبشن هتلاقي one on one كول معايا. فلو عايز تحل مشاكلك تقدر تحجز الوان اون وان كول دي وتتكلم معايا. هندخل ان شاء الله في كول مدتها ساعة او اكتر، هنناقش المشكلة بتاعتك بالتفصيل كلها من البداية لحد اللي انت عايزه، وهقدم لك بإذن الله حلول عملية وخطوات كده مفصلة وحل عملي للدنيا دي كلها. وبإذن الله مع نهاية الكول بتكون قدرت تحل مشاكلك كلها. مش عايز أكتر عليك في الحوار ده كله، ف enough with the talking and commençons. ممكن اقول لك ان 60% من الايام اللي بتعدي عليا ببقى عامل كل حاجة صح. بصحى الفجر، ببقى نايم كويس، ببقى واكل كويس، بصلي الفجر، بقرا قرآن، بمديتيت، بعمل كل اللي ورايا، ما بقصرش. ومع ذلك بيبقى في حاجة غلط. حتى في اليوم اللي انا عملت فيه كل حاجة، كده كده لو انا ما عملتش كل حاجة فاليوم بيبقى خربان. بس حتى في اليوم اللي انا بعمل فيه كل حاجه بيبقى فيه حاجه غلط، بيبقى فيه حاجه ناقصه، بيبقى فيه شعور داخلي دايما بالخنقه، بالوحده. في اصوات في دماغك عامله لك دوشه، في حاجه بتقول لك ان اللي انت عملته مش كفايه، في حاجه بتقول لك ان اللي انت عملته ده ملوش معنى. في اصوات كتير بتبقى جوه دماغك عامله لك دوشه وانت مش عارف تتخلص منها. وعشان كده في الاغلب ما بتحسش بقيمه اللي انت عملته، او ما بتكررش اليوم ده تاني لانه ما جابش همه. يعني انت عملت كل حاجة تقدر تعملها ومع ذلك مش مبسوط، مع ذلك ما ارتحتش، مع ذلك ما حسيتش بالرضا عن اللي انت عملته، مع ذلك ما بتعرفش تواظب على اللي انت عملته ده لفترة طويلة. مع ذلك مع اول عقبة بتقابلك او اول موقف صعب بيقابلك بتضطر توقف وبتضيع كل اللي انت عملته. انا عايزك تتخيل معايا حاجة، عايزك تتخيل معايا بيت. البيت ده ليه سقف وجدران، ليه ديكور معين، تفاصيل داخلية، تفاصيل جمالية جوه، ليه شبابيك، ليه فيو لما بتبص بتشوف حاجات جميلة بره أو حاجات مش جميلة، ليه انبوت واوتبوت، ليه هوا بيدخل من هنا بيطلع من هنا، جو جميل جو وحش، ليه كل التفاصيل دي. ده بالظبط هو الروتين بتاع يومك، ده اللي انت بتفضل تتعب عليه، ده اللي انت فاكر انه لما تعمله يومك هيبقى كويس. خليني اوضح لك اكتر البيت ده هو ايه. البيت ده هو عقلك. بس لو انت واخد بالك فلحد دلوقتي البيت ده فاضي، ومع الوقت البيت ده هيبدأ يحصل فيه مشاكل، هيبدأ يحتاج لترميم، هيبدأ يبقى فيه تراب، هيبدأ يبقى فيه حشرات أو عفاريت عايشة فيه،
هيبدأ يحصل فيه مشاكل كتيرة. وحتى لو صلحتها، لو قعدت تمديتيت، لو قعدت تجورنال، المشاكل دي برضو ما بتتحلش، ولو اتحلت فبتتحل لوقت مؤقت وبترجع تاني، وبتاخد منك مجهود كبير. وكل ما المشكلة بتبقى أكبر بتاخد منك مجهود أكبر، وساعات في مشاكل ما بيبقاش ليها حل، ساعات في أفكار في دماغك وأصوات في دماغك ما بيبقاش ليها حل. طيب الحل ده إيه؟ أنا عايزك تطلع ورقة وقلم، عايزك تروح دلوقتي توقف الفيديو وتجيب ورقة وقلم، عشان احنا هنستخدمها كتير النهاردة، ودي اللي هتساعدنا ان احنا نمسك المشكلة ونفهمها اكتر. فأتمنى ان انت تكون دلوقتي جبت ورقة وقلم. طيب وانس ان انت جبت الورقة والقلم دول، احنا هنبدأ نكتب فيهم، بس عايزك تستنى دقيقة عشان هنفكر الأول في حاجة. عايزك تفتكر معايا موقف انت حسيت فيه ان انت محبوس جوه عقلك زي موسى. طلعت مني زي موسى قوي. طيب حسيت فيه ان انت محبوس جوه عقلك، حسيت فيه ان انت مش قادر تفكر، مش قادر تتحرك، مش قادر تاخد قرار، منهزم، متحطم، متدغدغ، متكسر. ده ليجاسي بقى. الوقت ده لو انت جيت تتخيل شخصية معبرة عن الوضع ده، ففي الأغلب انت هتلاقيها شخصية طفل. انا مش بقلل من حاجه، ده انا وانت وكلنا، ودي حاجه لو انت كملت الشويه الدقيقتين الجايين هتعرف انه احنا عايزين ده. يعني ده اللي احنا عايزينه، دي مش حاجه احنا عايزين نتخلص منها، لا دي حاجه احنا عايزينها، فاحنا عايزين نحافظ عليها. تمام؟ فخليك معايا. الطفل ده بيحتاج حد يلهمه، بيحتاج حد يشده، بيحتاج حد ياخد بايده، بيحتاج حد يعلمه، بيحتاج حد يطمنه، بيحتاج حد محتاج حد يساعده. عامة ما يقدرش يساعد نفسه لوحده. بس اللي بيحصل ان احنا بنجبر الطفل ده انه يكبر، وده مش صح، ده اكبر غلط. لانه طفل، مهما كان هو طفل، سيبه طفل. تخيل ان انت جيت لابنك كده او لاخوك الصغير، ومن هو مثلا في اولى ابتدائي نزلته شغل مثلا، حطيت عليه اعباء وضغوطات مش المفروض يشيلها، قلت له انزل اشتغل، وبيجي تاخد منه الفلوس وتصرفها على البيت مثلا. تتخيل ان ده حياته هتبقى عامله ازاي كمان سنه، كمان سنتين، كمان 10 سنين؟ اكيد 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 في اي سيناريو مش هتبقى نهايه كويسه نهائي. فده بالظبط اللي انت بتعمله مع الطفل اللي عايش جوه عقلك ده، اللي عايش لوحده. فليه تعمل ده؟ سيبه طفل زي ما هو. عايزك دلوقتي في الورقه والقلم اللي المفروض معاك دلوقتي، هتمسك قلمك. في قلمي اهو، قلمي. هتمسك القلم، تمام، وهتبدا معايا الورقه اهو، هتبدا تفتكر موقف انت حسيت فيه انه ده اقرب حاجه لشخصيتك. يعني انت كنت حاسس فعلا ان انت زي الطفل ده، مش قادر تبطل تفكير، مش قادر تبطل خوف، مش قادر تبطل قلق، مش عارف تاخد قرار، محتاج حد يساعدك، محتاج حد يشدك، محتاج حد يقومك. امسك القلم والورقه واكتب الموقف ده. ممكن تكتب الموقف مثلا انه آم، مثلا لما حصل كذا. ممكن تكتبه بالتفصيل، عندك ده وعندك ده. فأعتقد إن أنت كده ممكن تكون فكرت في موقف وكتبت موقف. لو لسه فممكن توقف الفيديو، بس خلينا أكمل. بعد ما تكتب الموقف وتكتب اللي أنت كنت حاسه ساعتها، سواء خوف، قلق، توتر، كترة تفكير، ضعف، جهل، أم... اكتب ده. تمام. بعد ما تكتب كل ده، زي ما اتفقنا، احنا عايزين الطفل يفضل طفل. وبعدين عايزك تتخيل معايا ان انت جبت الطفل ده وحطيته. طبعا هو في عقلك هنا، فانت مش هتعرف تشيله وتوديه في حته تانية. فبدل ما نشيل الطفل ونحطه في حته تانية، تخيل ان انت جبت له
أسرة كاملة وحطيتها معاه. حطيت معاه أب يعلمه، حطيت معاه أم تطمنه، حطيت معاه صحاب يشجعوه ويشاركوه، حطيت معاه ايه تاني، حطيت معاه ناس يبنوا له حاجات، يعلموه حاجات غير الاب والام، لانه مهما كان الاب والام بيبقى دورهم محدود. تخيل ان انت عملت مجتمع كامل جوه عقلك، وارجع لنفس الموقف ده وشوف هل كانت نفس المشكلة دي هتحصل. هل لو انت معاك الحل بتاع اي مشكلة حصلت لك، هل كنت هتبقى في ده كله؟ هل مثلا لو انت مشكلتك في بريك اب مثلا، هل لو انت في عقلك ده عندك اب يشدك ويقولك ازاي تتجاوز ده، وعندك ام تطمنك وتاخدك في حضنها وتطمنك، وعندك ناس بتحبك، وعندك اوبشنز تانية، تمام، انت تقدر تخترع اي حاجة جوه عقلك، تقدر تعيش كل ده جوه عقلك، تمام. بس دي مش دعوة لان انت تفضل عايش جوه عقلك، بالعكس تماما، احنا بنعمل كل ده عشان نقدر ان احنا نطلع بره عقلنا، لان احنا دلوقتي جوه، تمام. فاحنا بنحاول ان احنا نخلي البيئة جوه مناسبة لان احنا نبدأ، خلاص انا في استقرار، هبدأ ان انا اقدر اتحرك من غير ما افضل كل شوية ارجع هنا. احنا اتفقنا انه لو البيت ده فاضي بيحصل مشاكل دي، لو البيت ده جواه ناس، لو انا بقى مش بيت بقى مجتمع كامل، المشاكل هتقل كتير جدا، هيبقى في استقرار تام، هيبقى في كل واحد عارف دوره فين. انا دوري ان انا بشتغل على كذا، وانا دوري ان انا بعمل كذا، وانا دوري ان انا براعي الاكل والشرب والكذا والكذا والكذا. هتلاقي في اجزاء كتير بتخدم على بعض، هتلاقي ما بيحصلكش بيرن اوت، هتلاقي ما بيحصلكش مشاكل كتير جدا. فبعد ما تخيلت معايا الناس اللي حواليك دي و... وان انت قد ايه ده كان هيساعدك في ان انت تحل مشكلتك، اول حد هنحتاج ان احنا نوجده للطفل ده في الناس دي كلها، عايزك تخمن كده لثانيتين مين افضل حد، او مين افضل او مين اكتر شخص الطفل ده محتاجه. الاب. اكتر شخص الطفل ده محتاجه بيكون الاب. ليه الاب؟ لان الاب ده، ممكن تقول الام بس خليك معايا شويه، لان الاب ده هو اللي هيلهمه، هو اللي هيرشده، هو اللي هياخد بايده، هو اللي هيقومه، هو اللي هيشجعه، هو اللي هيقول له كمل، ما تقفش، انت ماشي صح، مالكش دعوه بكلام الناس، ما تاخدش بكلام حد. هو اللي هيعلمه زي ما اتفقنا، هو اللي هيلهمه، هو اللي هيساعده يعمل كل ده. فتخيل ان انت عندك الشخص ده في حياتك، حياتك هتفرق حوالي 80% عن لو انت ضفت اي شخص تاني، سواء صاحب مثلا، او لان الاب ممكن يبقى الصاحب، الاب ممكن يطمنك وياخدك في حضنه، تمام، الاب ممكن يصحى الصبح يعمل لك اكل، تمام، وفي نفس الوقت هيوفر لك حته الالهام دي، وحته انه يعلمك دي، وحته انه يشدك دي، وحته انه ياخد بايدك. مش عايز حد يبقى اوفنس، تمام، ويقول لي لا الام انا بتكلم دلوقتي على الراجل، تمام، اكتر حد يحتاجه هو الاب. لو انت في المثال بتاعك هو الام، تمام، مفيش مشكله، كده كده احنا هنروح لدي، تمام. بس خلينا نشوف الاب ده نوجده ازاي، الاب اللي هيساعدنا ده نوجده ازاي. الاب ده عشان توجده في عقلك ده مش سحر، ما بيتوجدش في يوم وليله. عشان توجد الاب ده في حياتك، اللي بيكون ليك مصدر الهام، حد يقومك لما تقع، حد يشدك، حد يعلمك، حد يساعدك، حد تسأله ويجاوبك، تمام. يعني دي يمكن اصعب حتة، ان انت تسأله ويجاوبك. لازم يكون عندك مصدر الهام في حياتك، لازم يكون عندك مصدر الهام حقيقي، مصدر الهام خارجي في حياتك، لان انت دلوقتي
ممكن يبقى فيه معلومات كتير جدا مش عندك، فانت حتى لو حاولت ان انت تخلق ده جوه عقلك انت مش هتعرف تعمل ده، لان حتى الشخص اللي جوه عقلك اللي انت هتتكلم معاه ما عندوش المعلومات دي. فانت لازم تبدأ تتعلم اكتر، تبدأ تعرف اكتر. خليك بشخصية الطفل زي ما انت، بس وانت بتتعلم متبقاش حس ان انت كبرت، لا ابدأ حس ان انت بقى في حد بيشدك وحد بياخد بإيدك. خلي الشعور كده طول ما انت متبني الشخصية دي وبتبدأ ان انت تتعلم، يبدأ يبقى عندك بالانس. تمام. كل ما هتتعلم اكتر، كل ما هتعرف اكتر، تبدأ تحس ان انت بتكبر اكتر من غير ما تخدع نفسك، من غير ما تقول انا كبرت وتبدأ تحط على نفسك ضغوطات انت مش قادر تشيلها دلوقتي. خليك في مكانك لحد ما تخلق لنفسك الاب ده. طيب الاب ده بيجي منين؟ مصدر الالهام ده بيجي منين؟ مصدر الالهام ده ممكن يبقى حد في الواقع بتاعك، بس سنس ان انت عندك المشكله دي دلوقتي، ففي الاغلب مفيش حد في الواقع بتاعك عنده الكاركترستكس دي او يقدر يوفر لك ده، او على الاقل متاح او فاضي انه يعمل الدور ده. فالشخص ده ممكن يبقى من اول بطل في مسلسل انت بتتفرج عليه يكون بيلهمك وبتتعلم منه، لحد اشرف الخلق واعلمهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. والسيره بتاعته موجوده تقدر تشوفها في اي وقت، وتشوف ازاي كان بيتعامل مع المواقف المختلفه، ازاي كان بيقف لوحده، ازاي كان بيقوم، وتتعلم منه. بس لحد دلوقتي برضو في مشكله، انه انت برضو ما عندكش حد يشدك. ساعات بتكون المشكله اكبر منك، ساعات بيكون حل المشكله دي مش موجود في السيره، وده بيحصل. يعني مش كل حاجه هتلاقيه، مش كل الاجوبه هتلاقيها هنا، مش هتلاقيه تسأله ويرد عليك، مش هتلاقيه يقولك فين مشكلتك بالظبط. اللي أعلم منه ومني ومنك ومننا كلنا هو ربنا سبحانه وتعالى. فمجرد سواء اختلفت مع ده أو اتفقت، انت مالكش انك تختلف مبدئيا، فهو أكتر حد هيشدك، أكتر حد هيساعدك، أكتر حد هيعرفك انت محتاج تعمل ايه بالظبط. أكتر حد لما هتحس ان الأصوات كترت قوي هتروح له. اكتر حد لما تحس ان انت الحمل ده تقيل عليك قوي هتروح له، لان في الاول وفي الاخر مش انت اللي بتشيله، مش انت اللي بتشيله، مش بشطارتك ولا بشطارتي ولا انا اللي بشيله ولا انت اللي بتشيله. ربنا اللي هيساعدك تشيله، ربنا اللي هيعلمك ازاي تشيله. واحده واحده بيبدا يتكون عندك شخصيه الاب دي جواك، تبدا تاخد الحاجات اللي بره دي وتتعلم منها، وتتعلم منها. تمام. وتتعلم منها 3 مرات، لانك ممكن يحصل لك الموقف وما تتعلمش منه. ممكن ربنا يحطك في اختبار كبير جدا عشان تتعلم حاجه وانت تطلع ما تعلمتش اي حاجه. زي انه يعرضك لموقف صعب، يخلي حد قدامك يقول لك كلمه انت مش حاببها عشان تتعلم حاجه، عشان يتولد عندك شخصيه الاب اللي بيقول لك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، لازم تغير كذا، لازم تعدل كذا، ما ينفعش نكمل على اللي احنا عليه. الصوت ده بيجي من اللي ربنا بيعلمه لك، بيجي من الشخصيه اللي بتلهمك في الواقع بتاعك، بتعلمه لك، اللي هي في الواقع اتعلمت ده برضو من حد، وهتروح تشوف الحد ده مين في الاول وفي الاخر هو ربنا سبحانه وتعالى. فمش هتلاقي حد يعلمك اكتر من ربنا قولا واحدا. مهما كان مين علمك حاجه في الدنيا في الواقع بتاعنا، ربنا اللي معلمها له. ولو ربنا ما كانش عايزك تتعلمها منه ما كنتش هتتعلمها. فحتى لو انت قدامك حد والحد ده انت بتستفيد منه، في بعض الاحيان مهما تسأله مشكلتك مش هتتحل غير لما تروح لربنا وتطلب منه يحل لك مشكلتك. ساعتها هتسمع اللي الشخص ده بيقوله. قبلها انت كنت هتلاقي نفسك ما سمعتوش خالص، ممكن يكون قاله لك 30 مرة وانت مش سامعه مش فاهمه. مش هتتحل المشكلة غير لما تروح لربنا. ده لو ربنا عايز بيك خير، ممكن مشاكلك تتحل من غير ده.
بس ده معناه ان انت محتاج تراجع حساباتك مع ربنا، لان ممكن يكون ربنا بيعمل معاك خير كتير وده مش ممكن، ده اكيد. وشوف نعم ربنا عليك بجد 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 بجد. شوف حاجات لازم، دي حاجه مش عايز تسميها بالاسم بتاعها، الجراتيتيود، ان انت جريتفول فور ايه. في فكره ان هو يقول لك 3 حاجات، اكتب 3 حاجات انت جريتفول فيهم، جريتفول ليهم كل يوم. جريتفول ان انا بلاقي سرير انام عليه، جريتفول ان انا بلاقي اكل اكله، جريتفول ان انا بلاقي هوا اتنفسه، جريتفول ان انا عندي شغلانه اشغلها، جريتفول ان انا الاقي هدوم البسها، جريتفول ان انا الاقي ناس اتكلم معاها، جريتفول ان انا عندي انترنت وبشوف الفيديو ده دلوقتي، جريتفول لحاجات كتير. ده كله ربنا اللي حاطته لك وربنا اللي مسخره لك، لان انت هتتحط في اختبارات في حياتك وهتتحط في مواقف في حياتك، ربنا هياخد منك كل ده عشان تعرف ان دي مش مسلمات وان دي حاجات مش موجوده طول الوقت. خليني ما اطولش وما كترش في الحته دي، بس عايز احكي لك موقفين في حياتي. الموقفين دول بيلخصوا الكلام اللي انا قلته دلوقتي. اول موقف، وهو المثال بتاع مش مهم، مش لازم اقول دلوقتي التايتل بتاعه، بس خليني اقول لك انه في الوقت ده كان في مشاكل ماديه، تمام، وكان صعب جدا ان اتخيل اني اقدر احلها، او انه يبقى ليا ايد فيها، او انه اوصل لاي حاجه، ان انا اخد خطوه اصلا. مفيش، متدغدغ مفيش. والمشكله الماديه دي مش عليا، اكبر من كده، يعني مش عليا انا لوحدي. في الواقع اللي حصل ساعتها ان انا كنت واقف وعامل كده وخلاص، انا مستسلم، بنعمل ايه دلوقتي، وعمال اعمل كده وخلاص هعيط. لحد ما في لحظه افتكرت، هي بتضحك والله، بس افتكرت ده اللي كنت بقوله لك من اول بطل في مسلسل. انا افتكرت توماس شيلبي، قلت هو لو اتحط في الموقف ده هيقف الوقفه اللي انا واقفها دي؟ لا طبعا، لا طبعا. في اللحظه دي بعد ما انا كنت عامل كده، في ربع ثانيه قلت إيه اللي انا بعمله ده، وخدت بعضي واتحركت مشيت. كنت واقف مع ناس، مش ناس، كنت واقف مع واحد وكنت عامل كده، قال يعني بشتكي. في اللحظه دي اتحركت، خدت بعضي ومشيت. في اللحظه دي انا اكتشفت الكونسبت ده. في اللحظه دي بالظبط بالذات اتعلمت الكونسبت ده كله. موقف تاني، موقف اسمى وارقى شويه. وانا بكتب سكريبت الفيديو معين في مره، ما كانش سكريبت في الواقع، كان بلان. كان بلان، ما كانش سكريبت واحد، كان بلان لاكتر من حاجه. وكنت وانا بكتب الحاجات اللي محتاجه تتعمل كانت محتاجه صرف كتير جدا، وكانت محتاجه مجهود كبير. لو مش هتصرف كتير جدا، لو هتوفر بعض الصرف مجهود كبير جدا. وحتى لو صرف فهو مجهود كبير جدا، لان هجيب الفلوس دي منين؟ ما لازم شغل. لحد ما في لحظه رحت، برضو كان معايا ورقه وقلم، ورحت كاتب على طرف الصفحه من فوق: اكتب كأن ربنا اللي هيعمل. في اللحظه دي بدات اكتب كل حاجه في بالي، بدات اخد خطوات، بدات يتكون عندي conclusion لايه اللي المفروض يتعمل. عملت بيفت تماما، رحت لطريق تاني خالص في البيزنس ده اللي كنت بحط له البلان ساعتها. والدنيا اتغيرت تماما. يعني بدل ما انا كنت رايح شمال خالص، رحت يمين خالص. وفي يوم تاني لو اتحطيت في نفس الموقف هعمل نفس الحركة. بنعمل ايه دلوقتي؟ امسك ورقة وقلم، اكتب كأن ربنا اللي هيعمل، او اروح لربنا، او ارفع ايديا لربنا واطلب منه ان هو يحل لي المشكلة اللي انا فيها. هتلاقي كل حاجة بتتغير. ومن جمال التعامل بتاع ربنا معانا انه هيحسسك ان انت اللي حلتها. دي حاجة كويسة، وفي نفس الوقت هي حاجة وحشة جدا، لان انت ممكن تحس ان انت جامد وتنسى ان ده ربنا اللي ساعدك وربنا اللي خلاك جامد.
فمفيش مشكله ان انت تحس ان انت جامد، بس لازم دايما تفتكر ان اللي خلاك كده مش شطارتك، ومش ان انت اللي جامد. ان انت دايما كان عندك الجزء بتاع الاب ده. مين اللي شدك؟ مش الاب بقى، خلينا نقول الرب اللي شدك وعلمك وخد بايدك وساعدك. بس خلينا ما اطولش ف في الكونسبت بتاع الاب. وخليني اقول لك زي ما انا قلت في الاول، طبعا هو الاب بالنسبه للي انا كنت شايفه هو كان اهم دور. بس في نفس الوقت الاب ده علاقته مع ابنه مبنيه على اعمل، اتعلم، هات اخرك، دوس، جيب، شد. انت بتتمرقع، لازم تشتغل اكتر، لسه ما جبتش اخرك، قوم. وكل الكلام اللي ممكن يبقى موتيفيشنال ده، اللي بيخليك ان انت تقوم وتشتغل اكتر وتجيب اكتر وما تضعفش طول ما انت فيك نفس كمل لحد ما تموت. ده بالنسبه لي الجزء بتاع الاب. ف في نفس الوقت لازم هتبقى محتاج حد ينبهك، يقولك انت ما اكلتش كويس، انت محتاج تاكل، انت محتاج تنام، محتاج ترتاح، انت تعبت الاسبوع اللي فات، محتاج تريح، تعبت الشهر اللي فات، محتاج تريح، تعبت السنه اللي فاتت، محتاج تاخد لك شهر اجازه. انت عملت اللي عليك، ما تسمع لهمش، ما تهتمش بكلامهم، دول ما بيفهموش حاجه. يدعمك في اللي انت بتعمله حتى لو كان بالنسبه له غير منطقي، او بالنسبه له هو مش مقتنع بيه، بس هو عارف ان انت مقتنع بيه، وعارف ان انت حابب ده وعايز تعمله، فبيشجعك لده. بيقول لك كمل، بيقول لك ما تسمعش الكلام الناس، بيقول لك ما تعاملهمش، بيقول لك انت مش محتاجهم، بيقول لك انا جنبك. ده هو الشخصية الثالثة، وهي دور الأم أو الزوجة، على حسب انت معتبر نفسك في أنهي مرحلة. الدور ده زي ما قلت هدفه انه يطمنك، هدفه انه يهتم بيك، هدفه انه يفكرك بصحتك، بنفسيتك، يخليك تهتم بالحاجات دي كلها. الشخصية دي ممكن تتجسد في اهتمامك بنفسك، بان انت بتقوم تعمل لنفسك اكل، بان انت بتهتم بمظهرك، بان انت بتروح عند الحلاق تظبط الجناب والمنظر اللي انا فيه ده، بان انت تهتم بشكلك، تشم شوية هوا، تخرج، تشرب كوباية شاي نعناع. الدور ده او الالهام ده ممكن يجي بان انت تعمل حاجة انت بتحبها، مش بس ان انت تقوم تعمل نفسك اكل او غيره، ان انت تعمل حاجة انت بتحبها، ان انت تبقى عندك هواياتك، ان انت يبقى عندك اهتماماتك اللي انت بتغذيها، ان انت تبقى بتتعلم بصورة مستمرة مش بس بتشتغل، ان انت تهدى وتركز وتفكر وتراجع الايام اللي عدت والايام اللي جاية من غير ما يبقى تفكير سلبي. لانه لو انت تجاهلت ده، لو انت تجاهلت الشخصية دي، لو انت تجاهلت الدور ده، كل فترة هتوصل مرحلة ان انت جبت اخرك، مش قادر تاخد خطوات تانية، مش قادر تتحرك لقدام، مش قادر تتحرك عامة. فدايما بيكون الحل ان انت تهدي السرعة شوية، ان انت تقعد وتفكر وتشوف انا محتاج ايه دلوقتي وتعمله. مش عايز ابقى بهري في كلام وصل خلاص، فخليني اوقف الفيديو هنا. وكالعادة وكده كده لو عندك اسئلة تقدر تسألني في جروب الديسكورد، سيرفر الديسكورد. لو انت لسه ما دخلتش فتهزر يا اسطى، روح ادخل سيرفر الديسكورد. ولو حابب، لو حابب مش لو حابب، اسألني على اي حاجة هناك يعني، ارد عليك. تشاو. لا استنى انا بعملها كل مرة غلط على فكرة، استنى. تشاو.